موضوع النقل من المدارس ده موضوع ناس كتير قوي حاليا بتبتدي انها تفكر. انا مثلا مدرسة ابني او بنتي ما هياش عجباني قوي. المدرسة دي انا مش حاسة انها مثلا مدرسين بتوعها كويسين. جماعة، قرار النقل ده مش قرار فردي. لازم الولاد تتأهل ليه ولازم نقوله لهم. وهنا هنقسم الموضوع لقسمين. القسم الأول اللي هو من 0 لحد سن 7 سنين. من 0 ل7 سنين احنا بنقول لهم ان احنا هننقل في المكان الفلاني، يعني بعد ما نكون خلاص احنا استقرينا ان احنا هننقل. اوكي، السن بقى 7 سنين فيما فوق، كل دول لازم هم الاول نعرفهم بفكرنا وناخد موافقتهم انه اوكي احنا بنفكر ننقلك من المدرسة اكس للمدرسة واي. المدرسة واي ديت مميزاتها 1 2 3. اكس اللي انت فيها دلوقتي احنا مش راضيين عنها بسبب 5 6 7. اوكي، فمهم قوي قوي سن 7 سنين ان انا لازم يكون واخد معايا القرار. اللي قبل كده انا ممكن باخد القرار وبعدين بوريه المدرسه وافرجه عليها واقول له بص حلوه ازاي، وابتدي احببه فيها يا ريت من قبل ما يدخل المدرسه طبعا. يعني يا ريت لو في وقت الصيف في وقت اخليه يروح يزورها مره او 2، نسالهم مثلا مدرسين هيرجعوا امتى، انا محتاجه ان هو يزور المدرسه يشوف بس المدرسه يتعود عليها عشان ما يبقاش فيه رهبه ويبقى حاببها. السن اللي فوق ده احنا محتاجين نستشيرهم. لو الولد او البنت قال لا وصمم انه مش عايز يتنقل من المدرسه، يستحسن جدا 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 ان احنا ما ننقلوش. لو شايفين سبب جوهري يستحسن جدا ساعتها ان احنا نستشير حد متخصص عشان يقدر يفرق لنا هل فعلا السبب ده جوهري ننقل عشانه ولا لا ما هوش للدرجه دي، ما هوش سبب جوهري ان احنا ننقل عشانه.